ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حكايتنا النهاردة حكاية حقيقية واقعية بنحكيها ليكم للعبرة والتعلم والموعظة، وطبعا في انتظار نصائحكم القيمة لشخصيات القصة. هحكي لكم حكايتي مع سيلفي المراهق. بعد اللي شفته بعيني وحصل من سيلفي ما بقيتش اعطيه امان تاني ابدا. قبل ما اكمل كلامي اعرفكم بنفسي. انا اميرة، عندي 28 سنة، عايشة في مدينة من المدن الكبرى. اتعرفت على شاب كان من سني تقريبا، كان جميل جدا ووسيم، وانا على قدر عالي جدا من الجمال. اتعرفت عليه بالصدفة وانا كنت رايحة اقدم على شغل، وساعتها شافني واعجب بيا وطلب ان هو يجي يتقدم لي، وفعلا جاب اهله. وساعتها عرفت ان هو عايش مع اهله في البيت، وان احنا هيكون لنا شقة في نفس البيت، يعني يعتبر في بيت عيلة. وبعد وقت قصير جدا اتجوزنا، وعلشان حالته المادية كانت صعبة شوية وافقت اني اعيش معاه في بيت العيلة. الدور الارضي كان قاعد فيه حماتي وحماية وسيلفي الصغير. سيلفي الصغير اسمه امجد، عنده 16 سنة، وانا وجوزي في الطابق التاني، وسيلفي في الطابق التالت، متجوز ومعاه اولاده. طبعا سيلفي الكبير عازل عن ابوه وامه تماما، وكل اكله وشربه مع نفسه في شقته، وانا وجوزي بناكل تحت مع امه وابوه وسيلفي امجد. وانا يوميا بنزل تحت علشان اخدم حماتي، وطبعا بشوف طلبات حماية ايه. جوزي نادر كان بيشتغل في مصنع في محافظة تانية، كل يوم كان بيروح الصبح ويجي كده قرب المغرب. وفي يوم كنت تحت بغسل هدومي وهدوم جوزي عند حماتي، علشان كان معاها هدوم هي كمان، قلت اغسلها لها معايا بالمرة. وانا بفرز هدومي كده لقيت حاجة غريبة قوي، استغربت وكنت قلقانة ومش عارفة مين اللي عمل كده. انا من كام يوم نزلت اشتريت ليا هدوم داخلية، طبعا كنت عارفة ان انا حطاهم في السبت، بس اللي انا استغربت منه ان انا ملقيتهمش في وسط الهدوم، وكنت قلقانة جدا ومش عارفة اعمل ايه، وكنت خايفة طبعا افتح الموضوع ده مع اي حد في البيت لحسن تحصل مشاكل. طبعا اللي خلاني عرفت هدومي الداخلية اللي ناقصة لاني كنت حطاهم مع قميص النوم، فرميت القميص في الغسيل وقلت في بالي عديها يا بت لما نشوف اخرتها ايه، عشان طبعا مش عايزة مشاكل. وبعدها باسبوع كنت نازلة من فوق، وحماتي وحماية كانوا بره البيت. دخلت المطبخ علشان اروقه وانضفه، سمعت صوت حد من ورايا كان بينادي عليا، ولما لفيت جسمي اتصدمت لما لقيت سيلفي امجد، اصغر واحد في سلايفي، واقف ورايا وعمال بيضحك. بصيت له كده وانا مكشره وبقول له انت واقف ليه كده يا امجد؟ رد عليا بكلمه واحده وقال لي مفيش. وقلت له طيب لما هو مفيش واقف ليه كده يا بارد؟ لقيته ضحك وقال لي بصراحه كنت عايزه اخدك بس مرضتش. انا عايزه اقول لكم يا جماعه اني امجد ده بعامله زي اخويا الصغير بالظبط، ودايما بهزر معاه ويهزر معايا، ومفيش بيني وبينه اي حواجز. انا اللي برتب له اوضته، وكمان اي حاجه بيطلبها مني بوديها له لحد عنده في الاوضه بتاعته. بس من فتره كده بدات احس بنظرات غريبه منه، مش عارفه دي مجرد يعني نظرات او حاجه تانية. ايوه هو سنه صغير، يعني هو عنده 16 سنه، وانا متوقعش حاجه منه تحصل زي دي. بس في يوم كنت قاعدة في اوضتي واخدة راحتي على الاخر، طبعا دي اوضتي وشقتي، فكنت ساعتها لابسة قميص نوم خفيف كده بتاع النوم، والوقت ده كان على الظهر كده، يعني متوقعتش حد من البيت يدخل عليا او يجي يكلمني في اي حاجة. فجأة لقيت باب شقتي بيخبط وسمعت صوت امجد. طبعا انا قلت في بالي امجد صغير، هو صغير اصلا واخد عليا، يعني حتى لو انا قابلته باللبس ده مفيش منه خوف ولا حتى منه اي مشكلة. قمت علشان افتح، ولما فتحت الباب وشافني كده لقيته بيقول لي معلش يا مرات اخويا، انا عايز بس ادخل الحمام ضروري، الحمام تحت مشغول. انا في بالي قلت فعلا الحمام تحت مشغول ومفيش اي مشكلة يعني من دخول امجد الحمام عندي. قلت له تعالى اتفضل. دخل الحمام ومفيش شوية بالظبط ولقيته طلع وراح نازل، وقفلت باب شقتي علشان انام شوية. تاني يوم جهزت الغسالة علشان اغسل هدومي، واتفاجأت ان نفس المشكلة برضو اتكررت تاني، ان في هدوم من الملابس الداخلية مش موجودة. طبعا انا عارفاهم لاني اشتريتهم قريب جدا تقريبا من شهر. دماغي تاهت مني ومش عارفة اعمل ايه، ازاي اختفوا بالسرعة دي، وخصوصا ان انا جايباهم من اسبوعين، ممكن يكون حد خدهم من البيت. بس طبعا فضلت افكر كتير ولقيت ان مفيش حد في البيت بيعمل كده. ساعتها قلت لنفسي انا لازم انتبه واعرف راسي من رجلي،
ومر اسبوع على اختفاء الاطقم بتاعتي. وفي يوم كنت نازله تحت ولقيت حماتي وحماي في الصاله، وطلبوا مني انظف غرفه امجد، وقالوا لي هو بره دلوقتي عنده امتحان. دخلت اوضه امجد وبدات انظف فيها، وجاتني فكره في بالي اني طبعا انتهز الفرصه دي طالما يعني ان انا في اوضته وبنضفها، افتش فيها واشوف هلاقي حاجه ولا لا. في الاول رتبت السرير بتاعه وانا رايح انضف الدولاب واظبط هدومه، اتفاجئت بحاجه غريبه جدا جوه الدولاب. طبعا كلكم عارفين اتفاجئت بايه. اتفاجئت ان انا لقيت هدومي اللي كانت ضايعه مني جوه دولاب امجد. وقفت كده واتسمرت مكاني، يا ترى هدومي بتعمل ايه في دولاب امجد؟ ما بقتش عارفه اعمل ايه، وخايفه طبعا اكلم حد في البيت يعمل لي اي مشكله. نظفت الاوضه وعملت كل حاجه ورتبتها ورجعت كل حاجه زي ما كانت، وخدت بعضي وخرجت من الاوضه. طبعا مع اني يعني خدت هدومي الداخليه معايا، مرضتش ان انا اسيبها. وبعد كده عدى تاني يوم، لقيت امجد بيخبط عليا تاني. فتحت الباب وبصيت له كده، قلت له ايه يا امجد، في ايه؟ قال لي معلش يا مرات اخويا، انت عارفه بس الحمام بيبقى على طول مشغول تحت، ممكن ادخل الحمام تاني؟ بس النوبه دي بقى كنت حريصه جدا. قلت له اتفضل يا امجد تعالى. اول ما دخل الحمام خرج لقيت وشه متغير كده وباين عليه ان هو متضايق. قلت له مالك، فيك ايه؟ قال لي مفيش حاجه يا مرات اخويا، انا نازل. وراح نازل. طبعا انا توقعت ساعتها ان هو متضايق لانه دخل ملقاش حاجه في الحمام، وانا من عادتي طبعا ان انا ما بسيبش حاجه في الحمام خالص من هدومي. ونزل. وبقيت انزل وانا كل حرص لما بنزل عند حماية وحماتي، بقيت اخلي بالي جدا من قعدتي ومن كلامي معاهم. وطبعا ساعتها قررت ان انا اقلل الهزار مع امجد، وقررت اني انا اتجنبه تماما. وفي مره قاعدين بنتعشى كلنا تحت، فببص لقيته قاعد جنبي ويقول لي ايه يا مرات اخويا، ما بقيتيش تتكلمي معايا ليه زي الاول؟ قلت له ما فيش يا امجد، بس مشاغل معلش، وانت شايفني ما بقعدش طول النهار. قال لي طب انا اساعدك في اي حاجه، قولي لي بس وانا تحت امرك. قلت له ربنا يخليك. وتاني يوم خلصت اللي ورايا بسرعه عند حماتي، وخدت بعضي وطلعت على شقتي. واتفاجئت ولقيت حاجه كده موجوده على الترابيزه، كيس كده معرفش كان فيه ايه. طبعا انا بروق شقتي قبل ما انزل عند حماتي، والكيس ده ما كانش موجود قبل ما انزل. فقلت اما اشوف الكيس ده فيه ايه. فتحت الكيس وببص لقيت فيه قميص نوم من القمصان بتوعي. استغربت وقلت لنفسي ايه اللي جابه في الكيس. بفرد القميص لقيت مكتوب عليه يا ريتك انت اللي كنتي مراتي. اتسمرت مكاني وما بقيتش عارفه انطق بكلمه. خدت القميص وحطيته في الغساله وكأني مفيش اي حاجه حصلت، بس قلت ما ينفعش، لازم الموضوع ده ما يتسكتش عليه. نزلت عند حماتي ولسه هتكلم، رجعت في كلامي تاني وقلت لا، ممكن يحصل مشاكل كبيره جدا وهيقولوا لا انت السبب وانت اللي بتعملي كده. سكت. وجيت في يوم استنيت جوزي لما جه، قعدت اتكلمت معاه وكنت عايزه اجس نبضه ان احنا ممكن نشوف شقه بره ولا حاجه، طبعا علشان عايزه امشي من البيت. قعدت معاه واتكلمت معاه وقلت له احنا لازم نشوف شقه اكبر من كده، احنا مسيرنا نجيب عيال ونبقى الشقه دي هتبقى ضيقه علينا. وفضلت طبعا اصطنع حاجه كتير جدا علشان يسمع كلامي. وطبعا بما اني يعني ظروفنا تعبانه، فهو رفض الموضوع تماما وقال لي مش هينفع نمشي دلوقتي، فاحنا لازم نصبر شويه لحد ما ربنا يكرمنا. طبعا انا مرضيتش افتحه في موضوع اخوه، واضطريت ان انا اسكت. وفي نفس الوقت انا ما ينفعش منزلش عند حماتي، علشان طبعا زي ما قلت لكم ان سيلفي الكبير طبعا عازل نفسه تماما هو ومراته وعياله فوق في شقته باكله وشربه وكل حاجه. فانا مش عارفه اعمل ايه. فقلت لجوزي طيب انا هروح اقعد عند ماما يومين. قال لي ماشي مفيش مشاكل. رحت خدت بعضي ورحت عند امي. طبعا قعدت مع امي كده وقلت انا لازم اتكلم مع حد واشوف هعمل ايه. اتكلمت مع امي طبعا استغربت جدا، قالت لي الولد امجد ده عمره 16 سنه، يعني لسه صغير. قلت لها فعلا يا ماما، يعني انا مش عارفه اعمل ايه وخايفه اتكلم في البيت لحسن حد يقول لي ان انت بتعملي كده ولا حاجه وانك عايزه توقعي الاخوات في بعضها. قالت لي لا انت ما تتكلميش خالص، وحاولي انك ما تنزليش عند حماتك ابدا، اعملي زي مرات سيلفك بالظبط، اهي ما بتنزلش خالص ولا بتروح عند حماتها. قلت لها ايوه يا ماما، بس انا بنزل عشان اخدمهم كده واعمل لهم طلباتهم. قالت لي طيب خلاص انزلي خلصي امورك واطلعي على شقتك على طول. قلت له هو بيطلع يخبط عليا مش عارفه اعمل ايه. قالت لي ما ترديش عليه، اعملي نفسك نايمه وما تفتحيش لحد. قلت لها برضه يا ماما مش هينفع.
قالت لي خلاص قولي لجوزك. قلت لها يا ماما هيحصل مشاكل كبيره بينه وبين اخوه. قالت لي طيب يا بنتي مفيش حل غير كده. قلت لها لا خلاص انا هقعد معاكي اليومين دول اريح فيهم اعصابي بعدين اروح. قالت لي تنوري يا حبيبتي، وقعدت فعلا اليومين دول عند امي. وبعد كده روحت بيتي تاني. اول ما دخلت لقيت امجد قاعد في وشي، سلمت عليه عادي وكأني مفيش اي حاجه. دخلت وقعدت وسلمت على حماتي وعلى حماية، لقيت الدنيا على بعضها. فاضطريت طبعا ان انا اطلع الشنطه اللي كانت معايا ونزلت تاني علشان اروق الشقه طبعا واعمل لهم طلباتهم. وانا بروق الشقه امجد قاعد، وطبعا عينيها تاكلني من فوق لتحت، وعينه مش عايزه تنزل من عليا خالص. انا كنت مكسوفه جدا، وبقيت اقول لماما يا ماما معلش ممكن تدخلوا الاوضه دي وتقفلوا على نفسكم الباب عشان خاطر اعرف اروق وامسح. تدخل وتقفل على نفسها الباب، وامجد يعمل نفسه ان هو خارج يجيب اي حاجه من المطبخ، وما بقتش عارفه اسيطر عليه خالص. وبعد كده قلت له معلش يا امجد ممكن تقعد في حته حبيبي عشان خاطر اكمل بس واروق الشقه لماما. قال انا ممكن اساعدك. قلت له لا مش عايزه اتعبك. قال لي لا انا هساعدك. وببص لقيته عمال بيعمل معايا الحاجه، وطبعا كل ما يعدي من جنبي يخبط فيا، وكل ما يعدي من جنبي يعمل نفسه بيعمل حاجه ويخبط فيا. انا اضطريت ان انا اخلص بسرعه بسرعه عشان اخلص من الموضوع ده. واول ما خلصت وروقت الشقه لماما وكده، وبعد ما خلصت كل حاجه لقيتهم عايزين يتغدوا. دخلت المطبخ علشان اعمل لهم غدا. امجد دخل وراي قال لي ساعدك يا مرات اخويا. قلت له لا انت مش هتعرف تعمل حاجه من المطبخ، اطلع بره. قال لي انت ليه بقيتي تعمليني المعامله دي؟ قلت له مفيش يا امجد اطلع بره لو سمحت. قال لي لا انا عايزه اساعدك، انا بعرف اعمل كل حاجه. وحسيت ان هو طفل صغير قدامي بس صعب عليا بصراحه. قلت له خلاص اقعد هنا على الترابيزه واللي اقول لك عليه تعمله. قال لي ماشي. قعد على الترابيزه وجبت له الخضار يقطعه وفضل يساعدني، وطول ما هو في المطبخ معايا ما سلمتش طبعا من نظراته لحد ما خلصت بسرعه وحطيت لهم يتغدوا. وبعد كده لميت الاكل وطلعت جري على شقتي وقفلت على نفس الباب. بس قبل طبعا ما اطلع قلت لحماتي يا ماما انا طالعه انام شويه علشان بس لو حد نادى عليا انا مش هعرف ارد على حد عشان انا هنام. قالت لي ماشي يا حبيبتي. وطبعا امجد سمع الكلام ده وعرف ان انا طالعه انام، والحمد لله ما طلعش ورايا ولا خبط. وفضلت على الحال ده حوالي 3 سنين وانا مش عارفه اخلص من نظرات امجد ولا اعمله اللي بيعملها معايا، لحد ما امجد وصل ل20 سنه وبقى شاب حلو وناضج. وفي مره وانا قاعده معاه كده قلت له يا امجد انت مش ناوي تخطب بقى؟ قال لي الصراحه يا مرات اخويا مش عارف، انت قدامك حد؟ قلت له مش عارفه، انت مفيش في دماغك حد يعني؟ قال لي الصراحه فيه. قلت له مين بقى؟ بص لي كده وحط وشه في الارض. قلت له انت مكسوف مني؟ قال لي لا الصراحه بتمنى واحده زيك كده يا مرات اخويا. قلت له انت هتلاقي احسن مني بكتير، بس انت انوي بس كده وربنا هيكرمك. وابتديت احس ان هو بقى يعقل شويه عن الاول، وابتديت ان انا اقرب منه تاني زي ما كنا مع بعض زمان، وبقيت انا اقرب واحده ليه في البيت كله. بقى يجي يصارحني على كل حاجه، خلاص بطل العمال اللي هو بقى يعملها دي. وبقيت احمد ربنا ان ربنا هداه، وبقيت اشجعه ان هو يدور على عروسه ويخطبها، واي حاجه انا اقول له عليها بيعملها بالحرف الواحد. بس هي في مشكله صغيره ان هو لغايه دلوقتي لسه عمال بيقول لي انا نفسي اتجوز واحده زيك يا مرات اخويا. فانا حاسه ان هو لسه بيفكر فيا، فانا دلوقتي عماله بدور له على عروسه باي طريقه علشان خاطر ينشغل معاها ويفكني خالص من دماغه. وبقيت اخلص كل اموري تحت مع حماتي وبسهر معاهم شويه وبعدين اطلع. وفي يوم وانا صاحيه الصبح لقيت نفسي تعبانه جدا، قلت مش عارفه مالي. نزلت قلت لماما يا ماما انا تعبانه، اللي هي حماتي طبعا. قالت لي طيب، هم كانوا كويسين جدا معايا. فخدتني حماتي وراحت بيا عشان تكشف عليا. الدكتوره قالت لها مبروك مرات ابنك حامل. طبعا البيت كله فرح وبقينا فرحانين جدا بالخبر الجميل ده. عايزه اقول لكم اني امجد اكتر واحد فرح في البيت كله وبقى فرحان جدا، وكل يوم والتاني يجيب لي هديه حلوه للبيبي، وما بقتش عارفه اعمل معاه ايه ولا ايه. وبكده تكون خلصت حكايتي معاكم النهارده. اتمنى تكون عجبتكم، ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه.